السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساكم يا شعب الكويت الحبيب، شعب المعطاء، شعب ينباس فوق الراس وينحط فوق الراس. اليوم شفنا اللقاء اللي صار ما بين مرزوق الغانم وما بين الأخ العضو المحترم العضو زيد، وهذا الأمر يذكرني بسنة 2009 و2010 يوم كان الشيخ أحمد الفهد يكون عنده بعض الأعضاء مجلس الأمة وكانوا يدافعون عنه وكانوا يدافعون عن الأداء الحكومي بطريق ما. واحنا الحين اليوم نعيد نفس الكرة ونفس النقطة اللي احنا نتكلم عنها. اخوان، يا اخواني واخواتي من شعب الكويت المحترم والحبيب، ارجو كل الرجاء بأن لا نصاع من وراء هذه التصرفات ونشجع شيء على شيء. مرزوق الغانم والزيد أعضاء مجلس الأمة، ولا يمكن أن عضو مجلس الأمة يقوم يدافع عن حكومة أو يدافع عن رئيس مجلس الوزراء أو يدافع عن وزير، وهذا الأمر يفتقر في العمل السياسي. اليوم أنت تخصصك تشريعي وتعطينا من التشريعات وتشرع، والحكومة هي جهة منفذة. اليوم التشريعي هو اللي قاعد يدافع عن الحكومة. مرزوق الغانم اليوم صار عضو مجلس أمة، ما عاد مثل ما كان رئيس مجلس الأمة. ما المفترض اليوم احنا ننهي دور مرزوق الغانم، ولا المفترض ان ننهي دور العمل السياسي ما قام به من 10 سنوات ومن قبل. وكل زمان له دولة ورجال. كان أحمد السعدون ذاك الوقت رئيس، وكان جاسم الخرافي عضو مجلس أمة، وهذه الدنيا تدور، وكل رئيس له عيوبه، ما في أحد كامل. ولكن أن نقصي حق مرزوق الغانم عشان قال والله نقطة نظام، فهذا أمر مرفوض. احنا بالكويت اللهم لك الحمد عندنا الديمقراطية، وعندنا عندنا سعة الصدر كبيرة مع اللي ينتقدنا أو اللي ويانا أو ضدنا. أما هذا التصرف اليوم اللي صار، فهذا أنا أقول على مجلس الأمة على الدنيا السلام. وبلشت المسرحية نشوفها قدام عيننا اليوم، وخلينا نشوف منو مخرجها ومنو المؤلف مالها. زيد، أنا برد على بعض الكلمات اللي أنت قلتها عن أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة يوم كان رئيس اللجنة الإسكانية. سبب دمار الإسكان في الكويت هو سبب أحمد السعدون والقوانين واللي وضعها في الشغل والعمل الإسكاني اللي صار يوم كان هو رئيس مجلس، يوم كان رئيس اللجنة الإسكانية. وهو اللي عارض سالفة الشركات اللي تقوم بالمناقصات ولا آخره، والشركات الأجنبية ولا آخره. هو اللي من عارض، وهو اللي حد وحط القوانين اليوم اللي كل مواطن كويتي قاعد يئن بسالفة الإسكان. تقول مرزوق الغانم هو اللي مشالك 30,000 دينار فوق 70,000 دينار يا زيد، وهو اللي مشى التقاعد، وهو اللي مشى بدل نقدي في عهد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وهو اللي سوى القانون مالت القوانين مالت شو اسمه الرياضة وغيرها. أحمد مرزوق الغانم. زين، عطني سي في أحمد السعدون يوم كان رئيس اللجنة. أنت ذكرت أنا مالي شغل في رئاسة مجلس الأمة، رئيس اللجنة. فأنت قلت المزمع. زين، طيب كان رئيسكم مجلس الأمة أحمد السعدون 2022 ما شفت ولا واحد فيكم تحرك ضد الحكومة واستجوب بالحكومة، كانت الجلسات كلها معطلة. فلما قارن في أمر صحيح، مو واحد سوى نفس المشكلة اللي كان يسويها ويدعون فيها مرزوق الغانم. خلينا نتكلم بوضوح أكثر. منو عمل اللائحة الداخلية في المجلس الأمة، ومنو عدلها ومنو طورها؟ هو أحمد السعدون. مو أنتم اليوم اللي نفسكم واللي بعض منكم اللي أعضاء مجلس الأمة قلتم أن احنا نبي نغير اللائحة الداخلية في المجلس الأمة عشان نسوي نظام التصويت الرئاسة المجلس الأمة كل دورة؟ ليش ما سويتوا التغيير هذا؟ لأن عمكم رئيس مجلس الأمة حاليا ما تقدروا تتكلمون عن اللائحة الداخلية، لأن إذا تكلمتوا عن اللائحة الداخلية وطعنتوا في اللائحة الداخلية قاعد تطعنون في أحمد السعدون. يا أخوان، الكويت محتاجة حاليا إلى تهدئة الأمور.
وتهدئة الأوضاع. والمفروض اليوم احنا كمواطنين الكويتيين يمشونا بدل قرف وبدل قثة، بدل انهيار. اليوم انت تقول لي احنا قانون مشيناهم، انت كم صار لك الحين في المجلس الامه؟ دور الانعقاد صار كنا ب 20/6 اذا ما خاب ظني. اليوم احنا 25 26 و 27/7، يعني انت صار لكم اكثر من شهر و4 ايام بس قانون اللي مشيتوهم. زين طيب، والقوانين الاخرى احنا بس قاعد نشوف استفزاز حق الشعب الكويتي. بديل استراتيجي، لا ما في بديل استراتيجي. زياده رواتب، لا ما في زياده رواتب. احنا مشينا مشيتوا القوانين اللي تخدمكم فقط، ما تخدم المواطن الكويتي. سالفه شو اسمه عدم طعن في المحكمه الدستوريه في الانتخابات، عشان لو صار في تزوير في الانتخابات او صار في لعب في الانتخابات تظلون انتم مستمرين، ما ينظرون في الطعون بهذا. هذا شغل يعني مجموعه معينه هي اللي تبي تدير الامر. زين وينكم على المواطن الكويتي؟ ما اشوف ان اللجنه الاجتماعيه واللجنه الماليه واللجنه مش عارف ايش اقرت قانون لمصلحه المواطن الكويتي. ما في شيء. احنا بس شفنا. زين انا شنو مستفيد ان يوم انت تقول والله احنا نغير القانون المحكمه الدستوريه عشان بسالفه الطعن ما الطعن؟ زين انا شنو مستفيد الحين كمواطن كويتي الحين بالطبقه الوسطى اللي في المجتمع الكويتي؟ انا شنو مستفيد بتغيير الانتخابات، بتغيير التصويت 5/4؟ شنو مستفيد انا الحين كمواطن كويتي الحين صارت هذه الاوليه لمصالحكم الخاصه، وتتكلمون باسم الشعب الكويتي ومصلحه الشعب الكويتي، وشيء مفرح. اي مفرح؟ الحين ما قاعد نشوف شيء مفرح. اللي يفرح الشعب الكويتي قانون زياده الرواتب، قانون تعديل الاسكان، بدل الاسكان، الزوجيه، العلاوات الزوجيه للاطفال، هذه اللي تفرح المواطن الكويتي. شوارع، تعديل بعض القوانين حق لصالح المواطن الكويتي، مزارع تتوزع حق المواطن، كل اسره تاخذ لها مزرعه، هذا اللي تفرح الشعب الكويتي. انا شنو يفرحني؟ والله احنا عشان الطعن الانتخابات ولا مش عارف ايش نغير قانون. هذا كلام، هذا كلام كله انشائيات، وكله قاعد تتحدثون باسم الشعب الكويتي وهي تخدم مصالحكم الخاصه. سالفه الحسابات الوهميه، نعم في حسابات وهميه كثير. تدخل بالتويتر تشوف هذا يضرب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يطق هذا ويشتم مدري شنو، هذه موجوده والكل يعلمها. يعني انت ليش تنكرها؟ او انت قال شيء جديد على الساحه السياسيه يا زيد؟ لا، موجود كلام واضح وصريح، وكله بتدش التويتر تشوف كل شيء اللي موجود عينك. فاما انك انت تبي تقصي حق مرزوق الغانم في رفعه يدينا في شو اسمه الدوره المدري شنو، وانا هذا مو من حقك انت. على فكره زيد، الله يرحم والديك، نحن نتكلم عن مدرسه سياسه ونتمنى انك تكون تلميذ ذكي ومتفوق كي تكون مدرس. فارجو التلميذ اللي بيصير على طول دكتور، هذه مصيبه ترى راح يطيح بسرعه. وارجو انك تمسك العصا بالنص، لان انا احد اللي موجودين في الدائره الاولى، وكنت مقتر فيك اليوم صراحه. كنت مقتر فيك انا قبل لو اقول ان هذا الفارس الاسود اللي راح يكون في الدائره الاولى. فخلنا الوجهه النظر يعني تتغير افضل اخوي زيد. وانا ما ادعو ان عشان في مبدا كلامي عشان اقول انت واقف يا مرزوق الغانم ولا واقف. اليوم التصرف كان خاطئ، وانا من نفسي انا انسان عادل، ما احب الظلم فلان على فلان ولا اني احب افجر في الخصومه. ولكن الديمقراطيه ما تنوخذ بهذه الطريقه، انك تقصي حق فلان على فلان بغرض انك تسمع الراي والراي الاخر. بغض النظر بالنهايه هذا كويتي وهذا كويتي، هذا ولد عائله محترمه وهذا ولد عائله محترمه. ما يجوز اليوم تضربون بعضكم لشيء معين او لغرض معين. بالنهايه 2011 و2010 ما نبي نعيدها مره ثانيه ونكررها، والناس تدخل السجون برأي سياسي ولا اخره علشان والله فلان خصمنا وفلان خصمنا. وانا اتوقع ان الشعب الكويتي وعى باللي صار من قبل، وما راح تتكرر مره ثانيه. فخلكم ناظرين سياسيا، المنطقه اللي حوالينا ملتهبه نار، احنا وضعنا داخل البلد ملتهب نار. المواطن الكويتي محتاج، المواطن الكويتي يبي تطوير عملي، مش ليخدم مصالحكم الخاصه، يبي ليخدم المجتمع الكويتي. اما على سالفه كل رئيس، فكل حقبه لها زمان، وكل حقبه لها فسادها ولها ايجابياتها.
فلا كل واحد يمدح شيء ويخلي شيء. الرئيس اللي انت دعيت عنه كرئيس اللجنه الاسكانيه هو الحين سبب المشاكل الاسكان عندنا في البلد من القوانين اللي وضعها سابقا. فما حد يخلو من الفساد وما حد يخلو من الاخطاء، ولكن دائما ودائما ودائما شوف الايجابي في الانسان وقدم في الخير. ما عجبك كلام مرزوق الغانم لا ترد عليه، بس مو بهذه الطريقه المستميده انك تروح تدافع عن شخص في الحكومه عشان والله تتكلم عنه. انت اليوم مرزوق الغانم يتكلم باوراق وانت تتكلم لوك 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 لوك. فخلونا واقعيين وعقلانيين، الامور تهدى، الامور فيها صلح، الامور فيها هدوء، نقعد في طاوله ونتناقش بعيد عن الساحه الاعلاميه، وصدقوني الامور تمشي. احنا الكويتيين فينا طبع الطيب وفينا طبع الهدايه وفينا طبع الاصلاح حق انفسنا. لو تطلبون من مرزوق الغانم ويا الشيخ احمد الفهد راح ينصلح الحال، مره على مره مره على مره مره على مره، والله راح ينصلح الحال. اما تروح توقف ضد فلان على فلان وتزيد الشيء وهو الاساس مفترض انه مو مطلوب منك تسوي الشيء هذا ولا هو وظيفتك، هذه مصيبه. ارجوك انك تعيد حساباتك اخوي زيد، وكذلك مرزوق الغانم ارجو انك تعيد حساباتك. الشعب الكويتي منتظر ان نرى قانون يجمع للجميع وان يستفيد منه الجميع، وابتعدوا عن المشاحنات الشخصيه، لان الوحيد اللي راح يخسره هو المواطن الكويتي. انتم معاشاتكم فوق 3000 دينار، واللهم لك الحمد، والله يزيدنا ويزيدكم ويزيد الجميع. الله يحفظ الكويت ويحفظ اميرها ولي عهدها ورئيس مجلس وزرتها، والله يحفظ الشعب الكويتي ويحفظ الجميع، وان يحقق كل ما ترجونه من الله سبحانه وتعالى فردا فردا. اسال الله لي ولكم العفو والعافيه ويرزقنا ويرزقكم. والسلام عليكم، قل خيرا واسمت اخوكم جابر الصالح.